ما نقدو نديرو والو. دابا انا كنطلب من النظام الجزائري يدير داك الشيء اللي قالوا له الاعلام المصري على بركه الله. كبسوا الخوت، كبسوا، كبس بارطاجي وعلى بركه الله. تكباس البارطاج باقي يلاه في دو بارطاج تقال عيني. انا شوفوا انا مديبلاسي في طنجه وطالع ندير لكم لايف، دونك عاونونا بارطاجو تكباس الخوت. البارح ما درتش اللايف لانه كنت شويه عيان، يلا وصلت داك الشيء. احنا معاكم دابا البارطاج تكباس. بغيت شنو غيجاوب النظام الجزائري اليوم، اش غيجاوب الاعلام المصري على بركه الله. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اخ ما كاينش، ندوز عند الاخ الاخر. كبس اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مرحبا. بابا كيتفرج فيك ودابا خلى لي التليفون. الله يحفظك. سلم عليه. ها هو يهضر معاك. سلم على باباك. سلم عليه. سي رضوان السلام عليكم. الله يصلحو. الله يحفظك وبارك الله فيك. كلشي مزيان الحمد لله. انا شفت الفيديو ديالك اللي لانسيتي ديال التدخل ديال الصحافه المصريه ديال دابا رايك اخويا. واخويا الراي ديالي هو ان حصله دابا حصله ديال بصح، وانا كنت باغي اكثر من هذا الشيء. انا كنت بغيت حتى الدوله ديال اسرائيل تحليهم المعبر ويعني ونشوفوا هاد الانجازات اللي يقوم بها صراحه. دابا هما جاوبوه، قالوا له كنتي راجل سير من البحر. هادشي ليك الامور واضحه. دابا حنا كنتسناو كاين جوج الحوايج خصهم، يا اما يردوا على الصحافه الجزائريه، الصحافه المصريه الرسميه طبيعه الحال، يا اما خاص يخرجوا دوك البوارج ودوك الغواصات فهمتي، الطائرات نعم الى اخره. هذا هو اللي كاين، تحياتي. دونك الخوت كنظن واقيلا الامور واضحه. دابا تبون في ورطه الاعلام الرسمي، وحنا ما كنتضامنوا مع الاعلام المصري حيت هذا هو الواقع. بغى يورط مصر. ودخل اخويا الا كنتي راجل. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي. كدا اخو رضوان بخير؟ الله يحفظك حبيبي. مرحبا بك اخي. مرحبا بك. عرفتي علاش طلعت عندك حبيبي؟ قول لي يا خويا. انت كتقلب على هادو يحرروا فلسطين، هو ما قدرش يدير غير الصوره ديالو في البروفي، هو يطلع يدير اللايف. طلعت البارح عند واحد الحمار داير الصوره ديالك. عاودي خليهم انت شوف كيبغى. خلي دابا انا معني ما يدير اللي بغى يدير. دابا انا شنو غيجاوبوا مصر؟ دابا مصر قالت لهم كنتو رجال دوزوا من البحر. واش اش غيكونوا؟ كون قالت لهم مصر دخل الفيديو تفرج. الا كنتو رجال سير من البحر. وهما راه عرفوهم ماشي رجال، هما راه عارفينهم ماشي رجال. من غيدوزوا صاحبي؟ ودابا الاعلام كنقول ما قاله الاعلام المصري. الاعلام عارفهم ماشي رجال، الاعلام عارفهم ماشي رجال. لا حول ولا قوه الا بالله. تحياتي اخويا. تحياتي حبيبي. الله يحفظك. الله يحفظك حبيبي. الله يسهل عليك. اللي كان دابا جاوبونيش غتجاوبوا الاعلام المصري. ها هو انا درت لكم ليكستري. جاوبوا الرسمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي. واش راك يا رضوان؟ الحمد لله. أنا جزائري. مرحبا بخويا. مرحبا بك اخي. حبيت برك نقول لك كلمة. ما تقولش لي كلمه. جاوب الاعلام. جاوب مصر. دابا مصر قالت لك لا كان عندكم جيش د الرجال دخلوا من، وقالت لك تبون الا كنتي راجل دخل من البحر. جاوبوا. خلاص نجاوب مصر. جاوب مصر. قول لهم. وحبيت عندي كلام حبيت نقوله لك. نزل عليا ما تقول لي ما نقول لك. سير انا كنقول لك جاوب مصر وتقول لي انا لا كنتي راجل جاوب مصر. انا ما تدويش معايا. انا ما دويتش معاك. انا ماشي اعلام مصري. انا ماشي دوله مصريه. سير جاوب مصر. اللي كان راجل شيكور راجل في الدوله الجزائريه يخرج يجاوب مصر. قالت لكم الا كنتو رجال سيروا من البحر. قالت لكم العاصمه ديالكم كتطلع على البحر الابيض المتوسط، ودوله اسرائيل كتطلع على البحر الابيض المتوسط. اللي بغى الفيديو يدخل يتفرج فيها. انا ما تجاوبنيش. ما عندك ما تقول لي. جاوب مصر.
تبون سماه الاعلام المصري الرسمي بالظاهره الصوتيه. ما تهضرش معايا، دخل شوف الفيديو وعاد بلاتي خصني شي واحد، انا خصني اللي غيسمعكم الفيديو عندي انايا اللي سميتو شيكور يجاوب مصر. انا ما قلت والو، انا كان اطرحت. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك اخويا رضوان، واش راك خويا؟ الله يحفظك يا حبيبي. مرحبا بك أخي. لاباس؟ الحمد لله. عبالك حنا مانا سامعين واش قالوا المصاروة اكزاكتومون؟ ودخل تفرج، دخل درت لك الفيديو الا بغيتي تتفرج فيها. معليش ملخص هكذا واش قالوا قالت لك في عنوان. ولا قالت لك الا كانت الجزائر فيها الرجال يمشيو يديماريو البوارج والبواخر ويمشيو. هكذا هادشي اللي قالوا هكذا. حرفيا. بصح هذه هضره عباك. معروفين الاعلام المصري رسمي. كيما حديده ام درمان يهضروا هضاير تاع الدر. لا هذا ماشي كيما انت موالف. لا كيما انت موالف تهضر هضره كيما هذه، غير كيما هضرتها قبل اعلام. انا ماشي مصر. جاوب رسميا السيسي قال لكم اللي سميتو راجل يجي من البحر. صح دوك نجاوب السيسي. شوف اخي، هاد الهضره ما عندها حتى معنى. شغل حنا بار اكزومبل دوك نعطيك امثله. حنا بار اكزومبل دوك نبين لك بلي حنا قوه اقليميه. حنايا بار راني حنجاوب. مصر قالت لكم انتم ظواهر صوتيه. مصر شوف حنا في غزه. الله يرضيك اسمع. راح كمل. مصر اليوم قالت لك الجزائر انتم ظواهر صوتيه. هذا الاعلام المصري. ادخل اخويا شوف الفيديو. انا ما قلت والو. معليش يعني حنجاوب. ما خليتنيش نهضر اخ رضوان. انا نحبك والله، غير نحبك. الله يحفظك. نحبك وشايفك. جيت انايا لمراك. مرحبا بك يا حبيبي. جيت 2013. معليش. مرحبا بك اخي. الله يسلمك. شوف حنا النظام تاعنا. شوف حنا الجيش تاعنا. بلاتي بغيتي تسمع شنو قال الاعلام المصري؟ السلام عليكم السي رضوان. وعليكم السلام خويا التراث، كي داير؟ بخير اخويا الحمد لله الله يبارك فيك. طلق لي مصر بلاتي اخي التراث، طلق لي الاعلام المصري قناه الاخباريه نيوز شنو قالت؟ واخا اخويا. ومارينا مبرعه اخويا رضوان. المهم ها هو هذا، حيت انا دابا راني في الزنقه غادي نحاول ما امكن باش نقرب الميكرو ديال التليفون لهذا الميكرو ديال التليفون الباف ديال التليفون الاخر باش يسمعوا الاخوان. يلا الصوت هو المهم. على مواقع تواصل أو إلى مزايدة الظواهر الصوتية أمام الكاميرات. هناك صبر كبير على من يتشططون بأن افتحوا الحدود وسنأتي إلى غزة. هؤلاء نسوا أو تناسوا أن غزة بحرها بحرهم. أرسلوا سفنكم، بوارجكم، غواصاتكم، صواريخكم، أغيثوها إن كنتم فاعلين. هؤلاء نسوا أو تناسوا أن أكبر مدن المحتل بموانئه الحربية بعاصمته تطل على ذات البحر الكبير. فعليكم بها. دعونا نتعلم منكم، من جسارتكم وإقدامكم. فخامة الرئيس بزاف. هادشي بزاف. نعاود اخويا رضوان ولا الله يجعل البركه. عاودها مره. سي بون خليني نهضر. اللي يعاودها. رضوان. وليد غير باش يسمعوا الاخوان اللي راهم لتحت. راح. سخرية المجاهدين على مواقع تواصل بس مزايدة الظواهر. نعم. سير جمله سخريه المجاهدين. اسمع. ايه شوف الكلمات المستعمله من طرف الدوله المصريه. سخريه المجاهدين. ها هي بعدا راه القاهره الاخباريه بالنسبه اللي ما كيعرفش القناه تمشي يقلب عليها. ها هي القاهره الاخباريه. انا راه غير راني في الزنقه ما يصلحليش نبين كلشي. انا ما قلت والو، السيسي اللي قال. نمشي. تفضل. أمام الكاميرات. هناك صبر كبير على من يتشططون بأن افتحوا الحدود وسنأتي إلى غزة. هؤلاء نسوا أو تناسوا أن غزة بحرها بحرهم. أرسلوا سفنكم، بوارجكم، غواصاتكم، صواريخكم، أغيثوها إن كنتم فاعلين. هؤلاء نسوا أو تناسوا أن أكبر مدن المحتل بموانئه الحربية بعاصمته تطل على ذات البحر الكبير. فعليكم
إذن إسرائيل أخي رضوان أيضا بحرها يطل على نفس البحر الذي تطل عليه شواطئ الجزائر. داكشي اللي كنقولوا لهم، قالوا لهم الاعلام المصري الا كنتو رجال برك على البطونه البحر ديال كل شيء. تفضل. نزيد نمشي، يلا بسم الله. دعونا نتعلم منكم، من جسارتكم وإقدامكم. فخامة الرئيس انتهى الامر. المهم على العموم هذا الفيديو اللي كنا كنسمعوا له على مواقع تواصل او الى مزايده الظواهر الصوتيه امام غير باش ما يكونش اخويا رضوان شي ادعاء ديال شي تدليس. بان افتحوا الحدود وسناتي صافي واضح اخويا رضوان ياك، صلاه على النبي. تحياتي التراث، خليك معايا. تفضل اخويا الجزائري، تفضل اخويا الجزائري. بون والله غير انا الاعلام المصري من ذاك والله يقتلني بالضحك. شوف لا الديسكور تاع تبوني اللي كلار، شايف كيفاش والله هضره كلار. واش قال تبو؟ قال لك لو كانت فلسطين على الحدود، راك معايا؟ واش معناتها هاد الهضره، هاد الكلام هذا انت كيفاش تحلو؟ شوف الجزائر على بالك بلي حنا في الصحراء الغربيه انا محتلينها حنا انديريكتومون. هي نتوما محتلين، نتوما واعرين، دابا حنا ما كنهضروش حنا اللي انا نضربوا انديريكتوم. شوف الجزائر هذه هي لو كانت غزه على الحدود نعرفكم محتلين الصحراء، عارفينكم. دابا لا كنهضر على اش قالت مصر قالت لك البحر اللي كتطلعوا عليه كيطلعوا عليه. لا اسمح لي خويا فرح، خليني نهضر معليش. الهضره هذه ما عندها حتى معنى تاع البوارد. شوف القوات الاقليميه كيما ايران السعوديه وكذا كيفاش تحكم كيفاش حاكمه المونوبول استراتيجي، حكمتها بار لي لوبي، عندها واسمو تاعها دايره ميليشيات. شكرا، ما جاوبتينيش. دابا شنو غدير الجزائر امام ما قالته الدوله المصريه؟ الجزائر اني نجاوب فيك. الجزائر في الصح راهي الدعم في الغصه. من كدعم، نتوما واعرين وكدعموا. ماذا تفعل الجزائر امام ما قالته مصر؟ قالت لكم الطريق محلوله، قالت لكم البحر دوزوا منه، قالت لك عندكم بوارج، وقالت لك فيكم غير الهضره. الا كنتوا رجال اجيو. بصح انت ما تقدرش تدخل بحرب. شوف لو كانت الجزائر تبعت قوات تاعها البحريه الاولين ما حين يضربوها هما العرب والمصريين. لو كانوا رجال، لو كان ردوا على 13 جندي اللي ماتوا على الحدود. فهمتني؟ باش غتجاوبوهم؟ خليني من المصريين. دابا الاعلام المصري الرسمي شنو قال؟ فانتوما الدوله الجزائريه باش غتجاوب؟ حنا ما عندنا ما نجاوبوا باسكو ما عندهم اوكان نيفو. الاعلام تاعهم اصلا مش راك تجاوب فيه. اوكي حبيبي، ما عنده حتى مستوى. رضوان اسمح لي شايفك اسمح لي يا شايفك جاب لي ربي في مراكش. واخويا راه تلاقينا ما كنتش دير القرقاب من قبل مع واحد الفرقه موسيقيه قناوي. شحال هذيك كنت قناوي؟ والله غير سبحان الله صراحه. الله يحفظك يا خويا، ما عرفت خير، ربي يحفظك خويا رضوان. تحياتي حبيبي. صراحه خويا الله يبارك فيك. خويا رضوان، خويا التراث، تفضل حبيبي. تحياتي خويا رضوان. انا غير انا مشيت. تفضل. نعم، انت سمعتي دابا رسميا مصر اش قالت لهم؟ واش الرجال صحيح. اش غنقول لك؟ هذا ماشي نعم اخويا رضوان. انا طرحت السؤال. اييه، قلت لهم دابا رسميا واش الدوله الجزائريه غتكون فيها؟ صحيح. اذا كنهضروا اخويا رضوان، انا ملي كنهضروا على المصريه الاخباريه، القناه المصريه الاخباريه، كنهضروا على القناه الرسميه التي تقدم الانباء الرسميه ديال الدوله، خصوصا وانها متخصصه في الاخبار. يعني ما يمكنش تنقل شي خبر الا ما كانش هذا الخبر يعني يمثل الدوله المصريه ويمثل النظام لو ريجيم ايجيبسيان. يعني هذا يعني النظام المصري، وكأن دابا يعني بهذا المنطق هذا وكأن السلطات المصرية ولا رئيس الدولة يقول هذا الكلام للجزائر. أعتقد اليوم
بان الجزائريين الذين كانوا يتهكمون على المغاربه وما عاد خلاو ما قالوا لنا واش سوقكم ودخلوا سوق ريوسكم وكذا الى اخره. اليوم المعنيون بالامر اللي هما المصريين هامدوا ردوا عليكم في الاعلام الرسمي ديالهم وكيقولوا لكم هاتوا بوارجكم وهاتوا غواصاتكم وصواريخكم وهلموا. البحر الذي تطل عليه الجزائر تطل عليه هذيك البلاد اللي سميتها اسرائيل او لا حتى قطاع غزه. خويا رضوان كاين خويا واحد المعلومه، تفضل. الطول ديال البحر الابيض المتوسط من مضيق جبل طارق حتى لتركيا شحال اخويا رضوان؟ 3860 كيلومتر. عرفتي منين؟ من مضيق جبل طارق حتى لتركيا. يعني قال هذاك من التيرمينوس حتى التيرمينوس، من القنت للقنت. هو عرفتي المسافة إذا ما بين الجزائر وقطاع غزة ستكون أكيد أقل. عرفتي الغواصات التي تمتلكها الجزائر وتدعي بأنها أقوى غواصات اللي هي الثقب الأسود وعندها جوج ديال القطع منها، كتقطع مسافة 7500 ميل بحري. يعني قادرة تمشي ودير واحد الفايفيان ديال 3 فوا وما يتسالالهاش ذاك المازوت. نعم 3 فوا في النهار. في النهار بيان سور الفايفيان ديال 3 فوا بار جور وتمشي لتما وتقصف ماشي اسرائيل، تقصف اسرائيل وتقصف واقيلا حتى تركيا الا كان معاهم شي حساب. الله يعاونهم. دابا رجال ولا ماشي رجال حنا غنشوفوا الجواب ديال الرسمي. انا بعدا اعلنوه. انا كنشوفهم غير شمايت ورعاوين وما عند باتهم غير اللسان. كاش كيقولوا الفم الماضي وجهد القاضي. انا ما قلت والو، انا اطرح السؤال. الاعلام المصري رسميا الدوله المصريه قالت لهم ماشي رجال. المهم انا رايي منهم الاعلام المصري الا كانوا رجال يجاوبوه على الاقل غير من خلال اعلامهم، على الاقل غير الاعلام يجاوب بعدا الجزائري. انا غنشوفوا، انا اطرح السؤال. خليك معايا تحياتي. خليك معايا نقدر نحتاج تبقى تطلق لي الفيديو مره. نحتاج خويا يطلق لي الفيديو مره. دابا واش غتقدوا تجاوبوا الدوله المصريه قالت لكم مرحبا السلام عليكم. الله يحفظك. السلام عليكم رمسيس. اليوم تقصف النظام الجزائري قصفا اللي سميتو دابا يجاوب مصر. هيا جاوباتكم. السلام عليكم. السلام عليكم سي رضوان. تحياتي خويا. تحياتي لك اخويا رضوان. تحياتي خويا التراث المغربي. عاش الملك ولا عاش من خانه. عاشت الصحراء في مغربها والمغرب في صحراء. بالنسبه لديك الاخ هذاك اللي طلع قال لك شفتك في مراكش، هذاك السي رضوان انا شفته في فيلاج اللفس. لا ما يهمش. شوف ما يهمش اخي رضوان، انا كنهضر الحقيقه السي رضوان. وشفتو بباربيس كيبيع الكاروب بلاد. ما يهمش. هذاك شفتو في فيلاج الناس وشفتو في كيبيع الكاروب باربيس. ما يهمش. واخا رضوان اسمعنا خير رضوان. دابا شوف، دابا حنا عندنا مصر واخا قالت لهم اللي سميتو راجل يتفضل. خير رضوان نقول لك واحد الهضره. خير رضوان، احتراماتي للاخوه الكرام، الا كان هذا الانسان هذا بصح كيتضامن مع القضيه الفلسطينيه وكيقول لك كيتضامن مع القضيه الصحراويه، يمشي يبني المستشفيات في الصحراء الغرب في سيندو في الصحراوي الباقي اللي الصحراء صاحبي. دابا قال لك هما مستعمرين الصحراء. الدنيا هانيه. دابا تنسولك انا على مصر. دابا تخيل دابا راه فيلم كبير هذا. ملي كتولي مصر تتقول لك الا كنتي راجل اجي، الا كنتي راجل دوز من البحر. ما كاينش راجل وظواهر صوتيه. هادشي راه قالتو مصر، ما قلتوش انا، قالوا السيسي. اخي رضوان، هاد الهضره ديال ازمه الرجال راه ما قالهاش السيسي ومصر، راه قالها بومدين. قال لك عندنا ازمه رجال وهادشي اللي عطا الله. عندهم ازمه رجال، هادشي اللي عطا الله. تحياتي لك اخويا رضوان. ما يهمش دابا واش غيقدروا يجاوبوا مصر ولا ما غيقدوش. اقسم بالله ورب الكعبه ما يقدروا، فقط الشعارات كما العاده كما تعودنا عليهم. تحياتي لك اخويا رضوان. واللي قال لك الاخر قال لك راه حنا محتلين الصحراء الغربيه المغربيه. كنقول لا خليه يحتل اخاي، انت مالك خليه فيه. اخي رضوان اسمعني، كنقول لك كلمه. اقسم برب الكعبه ورب العلي العظيم 40 مليون مغربي كاملين بينا تحت شعار الله الوطني الملك من طنجه حتى للقويره. السلام عليكم. محتلها ياك حتى هو راجل دابا محتلها صافي. الدنيا هانيه صاحبي. تحياتي حبيبي. حنا ما عندناش المشكل. دابا جاوب مصر. حنا دي خويا الصحراء خذ العيون والداخله والسماره. كون راجل جاوب مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف ما شاء الله حماس كبير يعني. ايوا خويا والله يكون جيت والله ما شاء الله.
شوف ما ويجي تجاوبنيش توفر الحماس هذا كيما جات وزيرة الدفاع والبارح. نزل كون كنتي راجل، كون مشيتي حررتي خوتك في غزه نزل عليا. تا مصر كلها جاوباتك اصاحبي. كون كنتي راجل، كون ما تحرقش في البوطي في بلاد الغاز والبترول نزل عليا صاحبي. انا تنسولك علاش غتجاوب مصر طلع عندي انا. واش انا هو مصر؟ انا هو السيسي؟ ما تجاوبنيش انا خويا، جاوب السيسي. دابا السيسي جاوبو انت. انا بغيت نبيع سبته ببروتينات، انت مالك؟ انا باغي نبيع سبته، انا نبيع دابا تا مليليه غنبيعها برولور كاع. انت مالك؟ ايه اش مشالك؟ اللي سميتو راجل يجاوب السيسي. حنا سيدي بعنا سبته بشكلات وبعنا مليليه بروتينات، صافي متفقين. هو اللي سميتو راجل يجاوب السيسي دابا. يلا وهذه هي الفرصه. ياك قلتوا قالوا لكم شكرا اختي لميس الله يحفظك، قلتوا لا فتحوا لكم الحدود، ها هما قالوا لكم دابا ها هو البحر ديالكم تفضلوا. قالوا لكم البحر ديال كل شيء، البحر اللي كتطلعوا عليه نتوما كيطلعوا عليه حتى اسرائيل. عرفتي باش تخرج مصر تقول لك هاد الهضره؟ قالت لكم نفس البحر اللي عندكم نتوما اكثر من هذا. قالت لكم العاصمه ديالكم كتطلع على ذات البحر اللي كيطلع عليه عاصمة العدو. يعني خيبة المعاودة صاحبي، خيبة المعاودة. شكرا بزاف اختي لميس، كيبانش ليا مزيان كاع هادشي. خصني نمسح هاد العين. السلام عليكم. مرة طلق لنا خويا التراث المغربي، طلق لنا داك الفيديو نسمعوه عاوتاني الا كان ممكن. خويا مرحبا برضوان. عارف انا داك التليفون. سمعوا غيطلق لنا عاوتاني التراث الفيديو باش تسمعوه مزيان وتمعنوا في شنو قال الاعلام، اش قالت الدوله المصريه. قناه القاهره نيوز. السلام عليكم رضوان. السلام عليكم. كي داير اخاي؟ بخير كلشي مزيان. كنسمعكش بزاف اخاي، راني بالراب والله. المهم تهلا في راسك، احنا معاك حتى من بعد ان شاء الله. الله يعاونك. شدو يلا، من سيجيب فيكم؟ الإعلام الرسمي المصري يعني السيسي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راك خويا رضوان؟ لاباس حبيبي الله يحفظك اخويا، تبارك الله عليك. مزيان رضوان؟ بك خي سيمو، شكرا الله يحفظك حبيبي، تبارك الله عليك. على ما تروحش ديك السوا تاع امك رضوان على او الدقه. بعد على الاقل عاودت لكم الترابي وليتو تطلعوا تقولوا السلام عليكم. ولكن تربيه الزيك وانا ما غنجاوبكش اخويا، انا ما نجاوبكش حيت لا كنتي راجل بصح نيت سير جاوب مصر. شوف، ما انا راه كانت في الطحين، راه في بلادي دابا، راه في طنجه. نخرج نوريك طنجه الدوخ. طنجه يا طنجه. انا عارف والله ما كاينش شي راجل غيجاوب مصر، بالله ما كاينش شي راجل في النظام. كنهضر على النظام الجزائري، ما كاينش راجل في النظام الجزائري سيجيب الدوله المصريه. ما تجاوبوش بالهضره، بالفعل اخي. قلتوا غنصيفطوا البوارج، اليوم يصبحوا البوارج، غدا الصباح يصبحوا تما، يصبحوا تما. والله ما كاين راجل بالله قالها بومديان. كنهضر على النظام، كنهضر على النظام الجزائري. النظام الشعب خاطيني، الشعب الله يعمرها دار. جاوبوا. السلام عليكم. خيبة المعاودة صاحبي، غالب الله ما لقيت لكم جهد. السلام عليكم. والله ما يجاوب، ما عندوش باش يجاوب. السلام عليكم. طلق الميكرو، طلق بابا، طلق. عليكم السلام ورحمة الله خويا رضوان. تحياتي يا حبيبي. الله يحفظك الخيو رضوان. حقرونا مراك اخي رضوان. ماشي حنا دابا مصر واش غيقدوا يبركوا على البطونه ولا غيبقاو كما قالوا لهم ظواهر صوتيه؟ راه مشكل دابا اللي كاين اخويا رضوان، الامر دابا على المغرب. دابا الموضوع ماشي النظام ديال مصر. كيفاش؟ مشكل الامر كاين في المغرب اخويا رضوان، ماشي مصر. المغرب اللي شادهم. وراه المغرب اخويا رضوان عندنا مشكل دابا بين الدوله ديال الجزائريه والمغرب.
كيفاش الدوله الجزائريه؟ حنا مولين، عندنا مشكل. حنا مولين البحر. حنا دابا اللي درنا مشكل اخويا رضوان، ما الدوله المغربيه ديالنا هي اللي دارت هذا المشكل دابا. اتفق معك. وكي غنحلوه المشكل، كي غنحلوا المشكل المشكل راه دابا خاص محمد السادس هو يخص يتكلم في هذا الامر هذا. لا لا، محمد السادس بعيد على هادشي دابا. محمد السادس بعيد دابا، خاص تبون. دابا مصر جاوبات هضرات مع تبون، ما هضرتش مع محمد السادس. نصره تبون هو تيخرج بالتصريحات ديالو، يعني تيقول ما الاسئله ديالو خاص النظام المغربي خاص يجاوب. واش النظام المغربي؟ واش تا مصر دواش معانا؟ مصر قالت الجزائر ما فيهاش الرجال. مصر ما قالتش المغرب. خويا رضوان ما قالش ما فيهاش الرجال، لا ما قالش هذه الكلمه خويا نسمعوك رضوان. هادشي، نسمعوك واخا بلاتي. سمعتي تبون شنو ما قال؟ كاينش خويا رضوان، ما كاينش. سمعتي تبون شنو قال؟ سمعت واه. اش قال تبون؟ هضر على الصحراء الغربيه وبين الحدود ديال مصر. نزل عليه تقول انا جزائري يا صاحبي، مالكم ماشي رجال كتطلعوا بفوس ايدونتيتي صاحبي؟ كونوا رجال صاحبي، قول انا جزائري ونخليك قول ماشي غير غربيه، قول انت تا شماليه. مالكم صاحبي؟ كونوا رجال صاحبي، طلع قول لي انا جزائري. اش تكذبوا صاحبي؟ كون كنتي قلتي لي جزائري غنخليك قول اللي بغيتي، لكن الكذوب لاش؟ هبط عليا غيجهلوا هاد الليله هادي. بربي الراجل فيكم الشكور فيكم يجاوب النظام الجزائري المصري. انا ما ندوش معاه بصراحه. انا مور ما سمعت كون واه قال لك واه. كتعرفوش حتى اللي بغى يهضر بالمغربيه ما يعرفش. لا حول ولا قوه الا بالله. صاحبي بلادها صاحبي على قدها. تحياتي، شكرا. جاوبوا السيسي، ما تشوفونيش انا كنقول لكم، قال لكم السيسي ما كاينش راجل، واللي كان راجل يمشي من البحر. السيسي قال لكم عندكم البواريج بلاتي. غير نشوفوا التراث المغربي الا باقي معنا، نعاود نسمعكم داكشي اللي قال. فين كان التراث؟ قبيله نزلتو باريغور. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك رضوان؟ الله يحفظك حبيبي، مرحبا بك خويا. لاباس الاخ؟ لاباس الله يحفظك، مرحبا. الله يسلمك ان شاء الله. انا والله انا شوف، انا نرد على مصر بحاجه. انا نرسل تحياتي للرئيس السيسي لانه استطاع في سنوات قليله تحويل الجيش المصري من جيش عقيده قتاليه الى سوق الفلاحين. اصبح الجندي المصري ينتج الكوسه، اصبح ينتج الطماطم. شوف لا بلاتي، اصبح يسمن العقول. شوف احترم لي الجيش، الله يخليك احترم لا لي. لا لا لا, لا. اصبح سوق الفلاحين وليس الجيش المصري. اسمه سوق الفلاحين. اسمع والله تحول الى سوق الفلاحين وليس الجيش القتالي. اولا خصك تحترم لي الدوله المصريه، هذه من الشروط، لان كما كنفرض احترام لا الدوله. مش عيب. انا اللي قلت لك نحيي الرئيس، السيسي اللي حول الجيش الى سوق الفلاحين. دابا ها هو السيسي قال لك لا كنتي راجل برك على البطونه، غتقدر تبرك على البطونه؟ لا شوف السيسي، شوف الاعلام المصري اصلا مهزله، وهما بحد ذاتهم على بالهم باللي الرئيس السيسي هو اصلا عميل صهيوني يا اخي. هذا مفروغ منه. اسمع، هذا مفروغ منه يا اخي. العالم العربي كل انت محور فيلادلفيا، تهضر على الدوله المصريه باحترام. اسمعني لا اسمع. الحق لا غير صبر، انا قطعت لك الميكرو، خليه مقطوع. تهضر على الدوله المصريه الشقيقه باحترام، هذه الاولى. الحق واحد ما يتقلق منه، الانسان الحر. الميكرو اسمع، اخر مره خليني تنسالي الهضره. تهضر على الدوله المصريه باحترام، وتهضر على الجيش المصري باحترام، وغتهضر على فخامه الرئيس السيسي باحترام. هادو ثلاثه الحوايج عندي مهمه. دابا انا السؤال هو ماذا سيكون رد فعلكم؟ قالوا لكم ضغط على الزر كما قال لها تبون، ضغط على اش قال لها؟ ماشي الزر، قال لها واحد الكلمه اخرى. واش اليوم الجزائر قادره على ضغط الزر؟ تفضل.
الجزائر، شوف الجزائر قادره تنيكلكم ماتكم واحد واحد يا اخي. على الله وعليك عايش في الزيكو ما لقيتيش حتى الماء اللي تشرب، حتى عندك الماء كيجيك نهار في 3 ايام وطلع تهضر. تاخرتك ببلاد الغاز والبترول وتمشي تشد البوطين، انت كتمنى تحرق الاوروبا صاحبي. تهضر على الجيش. اختي امينه شكرا. الجيش المصري راجل عليك، الجيش المصري بعدا على الاقل بوحدو في ديك المنطقه. الجيش المصري قال لك لا كنتي انت راجل اليوم برك على البوارج ديالك. الجيش المصري وقف هكذا مقابل مع الجيش الاسرائيلي. انت غتشوف الاسرائيلي تشدها بجريه تهرب. انت جبناهم لك حتى الحدود، غا 13 واحد مراقب. كانت الافريكوم 13 واحد جات هنايا في المناورة الاسد الافريقي، جات غا مراقب. الجيش الجزائري عطى بظهره عامين هادي 13 شخص. كانت القوات الامريكيه كانت 20 دوله و13 واحد جات من الجيش الاسرائيلي مراقب. تخيلوا الجيش كانوا كيقولوا لكم جيبوا لينا جيبوا، جاو 13 بيرسونا صاحبي. هذه سنتين الجيش الجزائري اش دار؟ عطى بظهره، ملي شافهم عطى بظهره هكا. جيش اللي سميتو راجل يجاوب الجيش، يجاوب الدوله المصريه. اللي بغى يتاكد من هاد 13 يقلب عليها، راه كاينه، راه كانت 13 بيرسون جاو مراقبين، ما جاو داروا حتى شي حاجه. جات مناورات الافريكوم الاسد الافريقي، الولايات المتحده الامريكيه، المغرب، اسبانيا، تونس، واحد العدد، السنغال، واحد العدد، 20 دوله. بصراحه انا مور ما سمعتش حتى الحدود كانوا كيشوفوا فيهم، والله ما قد فيهم واحد يهضر. الجيش المصري جيش شجعان. الا كنت شي راجل دير داكشي اللي قالوا لك الاعلام المصري دابا، يلا ما كاينش حس الرجوله في الجيش الجزائري، في النظام. واحد يبرك على البطونه ما كاينش. السلام عليكم. سلام. مرحبا لاله. الله يرحب بك الخير. مرحبا. لاباس. عاود لي شو السؤال تاعك؟ الاعلام المصري سمعتي اش قال؟ واش قال الاعلام المصري؟ قالها الرسمي. الاعلام المصري هو اللي قالها. المصري. الاعلام المصري ماهيش الرئيس المصري اللي قالها. الرسمي قناه القاهره نيوز. ولكن حنايا الرئيس تاعنا هو اللي اعلنها، ماهيش الاعلام. دابا واش كتعرفي شنو القاهره، شنو هي القاهره نيوز؟ واش هي القاهره نيوز؟ هي قناه رسميه اخباريه ديال الدوله تتكلم باسم الرئيس الجزائري. والنظام الجزائري مجرد ضوابط رئيس كنهضروا على مصر. تفضلي اختي. اللي طلب منها فخامه الرئيس الجزائري انها تفتح الحدود. اليوم تقصف النظام الجزائري. لا غالب الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لقيت جهد، ما لقيت جهد. ما عندهمش باش يجاوبوا الاعلام صاحبي المصري الرسمي. لا حول ولا قوه الا بالله. كبسوا خوتي، كبسوا. السلام عليكم خونا أستاذ. تحياتي. الإعلام المصري الرسمي عندك يرسل تقدر صاروخ عندك شي عابر للق. عندك شي تليفون ثاني سمع لنا شنو قالوا؟ نعم. تعطيني دقيقة. هي مرحبا باش يسمعوا الاخوان، باش تسمعوا القناه الاخباريه نيوز. سمعوا شنو قالت لنا الاخباريه نيوز. وانا السؤال ماشي هو باش غتجاوبوا الاعلام ولا باش غتجاوبوا السيسي. انا ما كيهمنيش باش غتجاوبوا السيسي، انا ما كيهمنيش باش غتجاوبوا الاشقاء المصريين. انا كيهمني ردة الفعل. قالوا لكم البحر ديال كل شيء، عندكم البوارج، عندكم البواخر اللي سميتو راجل يصيفط بارجه ولا باخره. قالوا لكم نفس البحر اللي كتطلعوا عليه نتوما كيطلع عليه اسرائيل. قال لكم النظام الجزائري نظام ظواهر صوتيه. قالوا لكم لا كنتو رجال مرحبا. هنا الجواب ردة الفعل، ماشي الجواب بالكلمات والساب. وما عارفينكم المصريين نتوما غتسبوا، ما عارفين بان ما غتكونش عندكم ردة فعل.
ردة فعل ما كايناش. هو اللي سميتو يطلع يجاوب يقول لي شنو غير ردة الفعل. حنا ما كنهضروش على السب والشتم، نو خوتي، نو، ردة الفعل. السلام عليكم. واش راك رضوان؟ لاباس؟ الحمد لله. الصوت راه عندك شويه ناقص رضوان على كل حال. كونيكسيون ضعيفه خويا. اوكي. او يسال عليك عثمان رضوان. حبيبك تلاقيت تويا في اوروبا، قال لي تلاقيت انا في فرنسا. عثمان طويل. العثمان طويل والله، غير قال لي راه يسول عليك. المهم قول لي كي داير هذا عثمان هذا. خلاص راه يسولك عليك عثمان، انت تعرف وانا نعرف. انسان حبيبك جزائري. عادي خلينا منه، خلينا نوليو للقضيه، نوليو انا كيهمني هذا عثمان ديالكم كي داير، حيت انا بزاف الجزائريين شوف الجزائريين اللي تلاقوا معايا وتصوروا معايا بحال غنعقل على طويل. لا هذا ما تصورش معك، ممكن سهرتو كيف يرحبها بالك. تفكر شويه ومن بعد سال الحال، ماشي مشكل. انا ما كنسهرش، نتوما كتسهروا في الجزائر، ما كنسهرش. معليش ماشي مشكل. خلينا في السؤال. انا عجبني السؤال تاعك والله، سؤال موضوعي هايل. انا نظن السلطه الاولى، راك معايا، السلطه الاولى هي رئاسه الجمهوريه او رئاسه الجمهوريه. تكلم ليس رئيس الجمهوريه المترشح لمنصب رئيس الجمهوريه عن طموحاته لو كانت هناك حدود مفتوحه بين غزه ومصر. الى هنا كل شيء واضح. الرجل المترشح لا يمثل رئاسه الجمهوريه. نعم تفضل. ماشي مترشح. ما يهمني هو ما قاله الاعلام الرسمي المصري ورده الفعل من الدوله، ماشي الرئيس. ماشي رئيس. اوكي. الاعلام المصري لا يمثل الاعلام المصري، هو مجرد سلطه الصحافه، لا تمثل رئيس السلطه الرسميه وهي مؤسسه الجمهوريه المصرية العربية بقياده الزعيم السيسي. لا تمثل، هو مجرد اعلام، هي تكهنات صحفيين يقولون ما يحلو لهم. يقولون ما يحلو لهم. دابا شنو؟ نعم. قالوا ما يحلو لهم. اسمع، حرية الصحافة. لحظة رضوان الله يجازيك، لحظة. حرية الصحافة قالت مثلا نشرت صورة للملك في إسبانيا. نزلنا على الله وعليك، تاش من حرية الصحافة. انت لا كنتي راجل كون راك تصبح لهيه والو هذيك شي ديال عثمان. وعنده دابا راه حشومه تقول عثمان، حيت انت كتضرب في مواطن جزائري لما كتقول لي يسلم عليه. واش فهمتوا واش بغى يقول؟ غيكون عندهم شي واحد فهمتي لولو. حشومه تقول هاد الهضره صاحبي، حشومه تقول هاد الهضره، كتلصق التهمه للمواطن الجزائري يا صاحبي. لا كنتي راجل في دوله ديال الرجال، جيش رجل، غدا الصباح يصبحوا البوارج. انا كنهضر على النظام ماشي الشعب. الشعب مسكين غاسلين عليه يدو، الشعب باغي مسكين غير يحرق بحال عثمان اللي دوا عليه هو، واخا ما عرفتوش شكون هو. الشعب الجزائري البسيط مسكين باغي غير يحرق، لا غالب الا الله وحده ولا شريك له. دونك دابا غادي غنسمعوا رسميا اشنو قالت الدوله المصريه. تصنتوا. تفضل اخويا. المهم اولا القطراسي في قندهار باش تعرف راسك داير عليهم الضغط على حامل الكره. هادي باش تعرفها. الدي ار اس خدامه الخوت، تكبيس وبارطاج. السلام عليكم. فصبر جميل. الصبر ها هنا ليس استكانة ولا خضوعا أو خنوعا، ليس يأسا من روح الله ولا استسلاما، فلو كان كذلك لأضحى صبرا قبيحا دميما مخجلا. الصبر حتى تعدوا له ما استطعتم، هو الصبر الجميل. الصبر على بناء ذاتك، على امتلاك قدرتك، على اكتساب اليقين من القوة، ذاك الصبر الجميل. أن تصبر على عنة محتل للأرض مدعوم بحاملات طائرات، بغواصات نووية، بترسانة مال وسلاح أمريكية لا تنفد، وتنخرط في مفاوضات تكبح فيها جماح غضبك رغم قلبك المتقد فقط لحقن نزيف الدم في غزة، لتعود الحياة إلى النازحين في العراء، ذاك صبر جميل.
أن تستقبل وزير خارجية بلاد العم سام، ذاك الذي يزور منطقتنا البائسة ليس لمرة ولا اثنتين بل ل9 مرات لم تفقد خلالها الأمل. صبر. شكون اللي استقبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن؟ وزير خارجية العم سام؟ شكون اللي جا عنده أنتوني بلينكن؟ وشكون اللي استقبل نتنياهو؟ لا، استقبلوا تبون. اسمع كمل لك، اسمع عليها لإيصال صوت فلسطين، ذاك صبر جميل. ألا تنخرط إلى سخرية المجاهدين على مواقع تواصل أو إلى مزايدة الظواهر الصوتية أمام الكاميرات، ذاك صبر جميل على من يتشدقون بأن افتحوا الحدود وسنأتي إلى غزة. هؤلاء نسوا أو تناسوا أن غزة بحرها بحرهم. أرسلوا سفنكم، بوارجكم، غواصاتكم، صواريخكم، أغيثوها إن كنتم فاعلين. هؤلاء نسوا أو تناسوا أن أكبر مدن المحتل بموانئه الحربية بعاصمته تطل على ذات البحر الكبير، فعليكم بها. دعونا نتعلم منكم، من جسارتكم وإقدامكم إن كنتم محقين. لكن قضية الأرض لا تنتظر. بارك عليهم. المهم بغيت اخويا رضوان اذا سمحتي واحد المداخله الله يجازيك. نفس الحلقه المفرغه يخرج رئيس يقول لك لا الرئيس ما كيمثلش الشعب المصري، تخرج الصحافه يقول لك الصحافه ما كتمثلش الشعب المصري، يخرج الشعب يقول لك الشعب ما كيمثلش الحكومه. راه غادي يخرج لكم النبي موسى ويوسف غادي يخرجوا غادي يهضروا، ربما غادي يمثلوا حال لسان الشعب المصري. اخي رضوان قول لي مبروك. طلع عندي واحد الجزائري قال لي اختك سميتها سهام، اكتشفت ان عندي اختي سميتها سهام. اقسم بالله طلع عندي قبيله عندي اختي، اكتشفت ان اختي سميتها سهام وكتسكن في مرساي وكتخرج مع جزائري. المهم ما عنديش اختي وما عنديش اختي سميتها سهام اون بليس. المهم مبروك عليا الاخت ومبروك عليا سهام وتحياتي، ومبروك عليك انت هذاك عصام ولا سميتو عثمان ساعه مبروكه عثمان، مبروك علينا كاملين. تحياتي يا حبيبي، تحياتي. يلا ماذا انتم مجيبون؟ السلام عليكم حبيبي. عليكم ما قلتم. السلام عليكم. شوف يا أخي. وعليكم السلام. مرحبا بك مرحبا. شوف يا أخي، إذا أولا باش نعرفوا ما هي القناة الرسمية المصرية، أولا الشريقة ليس قناة رسمية طريقة مصرية. القناة الرسمية المصرية هي قناة مصر والقاهرة. فهمتي؟ اوكي. هذه مزوج قنوات. هذه راه القاهرة. هذه مزوج قنوات. هذه راه القاهرة. لا القناة. اطلع خليني نكمل لك. اصبر باش من شريقة ولا غريبة. خليني نكمل لك. اصبر بالله، اصبر. ورينا اخويا اش من قناة اخويا. بر بالله هذه قناة تيزي وزو. هي قناة تيزي وزو. ها هي نوريها لك. زومي عليها. قال لك الشريقة. هذه قناة بالوزداد. زومي قرب. نديرها لك مباشرة. دعونا نتعلم منكم، من جسارتكم وإقدامكم إن كنتم محقين. هذه قناة خنشلة. لا تنتظروا الظواهر الصوتية، القاهرة الإخبارية. هي قضية تنتظر القاهرة الإخبارية. أوكي. خويا سردوان انا غادي نهبط قبل ما نتسطى خويا. راه الله يعطيك الصبر وغير بشويه سردوان، غير دقه والخشيبات والاقراص. قول له راه قناة شي لعيبه. السلام عليكم. الاخ المصري، الاخ الجزائري. هذه راه ماشي الشرق، هذه الاخباريه. فاتح تاعك مصري. هذه قناه القاهره بلاتي. واش هذه جاني جاي الزاف؟ واش هذه رسميه؟
ما كانش انا. صافي. ودي مع من هنا مع من هنا مع من هنا. قال لك السلام عليكم خويا العزيز، كبسوا وشيروا ارجوكم. وجمجموا جمجموا جمجموا جيم جمجموا. لوف 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 لوف. تحياتي. تحياتي خويا العزيز. وصلوا المليون، يستاهل موضوع الساعة. صراحة عجبني ذاك الإعلامي المصري ما شاء الله عليه، اللغة العربية السليمة، مخرجات الحروف سليمة وضرب في الصميم. هاد الإخوان ديال أيت هكا كيطلعوا عنا ما كنفهموا والو، واش كيهضروا لغة عربية ولاش كيهضروا الله أعلم. لا اله الا الله. برافو على الإخوة المصريين. هاد 3 أيام هادي عذبوهم في اللايفات، واكتشفت انه حنا مؤدبين بزاف، كنقدروهم بزاف، وصراحه نحترموهم بزاف. كنعطيوهم وقت يطلعوا عنا اللايفات ويعبروا وتيسبوا على خاطرهم، وكنعاودوا نطلعوهم وحفظناهم واحد واحد بالاسماء. ولكن الاخوه المصريين ما عندهمش هادشي. كيطلع تيقول له طك نعم او لا، ما تيجاوبش تيقول له انزل يا حشره. قال لك حنا نعم سربان. نظرك هادو غيقدوا يجاوبوا الدوله المصريه، ما يجاوبوهاش بالهضره، برك على البطونه. البريجه كيقول لهم البريجه كتسنى. لا راه كتسنى البريجه، راه واقفه في ميناء وهران، كتسنى البريجه النوويه. راه غادي يمشيو فيها الجزائريين كاملين، ياكم 40 مليون غيركبوا في ديك البريجه وغيمشيو يحروا غزه. لا غيمشيو فيها السور، غيمشيو فيها. كون متاكد. لا ما بدل غاديش ما يحروا غزه غادي يحرقوا الاسرائيل. الاوضاع المزريه اللي عندهم غادي يحرقوا الاسرائيل. يعني ما غيقدوش في نظرك يجاوبوا. يا سي رضوان واش من نيتك؟ اش غادي يجاوبوا؟ جاوبوا تا حفتر، جاوبوا تا حفتر.